عزيزتي الأم، عمرك جربتي تتفرجي على تشات بين ولادك واصحابهم؟ لو ما جربتيش بلاش، كده كده مش هتفهمي حاجة. تشات كلها حروف، طلاسم، رموز، ايه ده؟ وطبعا لو سألتيهم هتباني قديمة قوي. فأنا جمعتلك بعض الرموز مع فك الشفرات. خدي عندك اي دي كي اللي هو معرفش، واختها بقى اي دي سي مش مهتم، تي واي ثانك يو، ولو حطينا لها اس ام هتبقى سو ماتش ثانك يو سو ماتش. اما لو لقيتي مكتوب نه دي معناها نو، بس هما بقوا يقولوا نه ليه؟ اي واي كي واي كي، وانت عارف بقى تبقى انت عارف اللي فيه. براه اللي هي برو اللي هي صاحبي زميلي. اي ال واي اي لاف يو، ولو حطينا اس ام تبقى ايه؟ والرد بتاعها اي ال واي 2 اللي هي اي لاف يو 2 يعني. حروف كتير قوي. انا قلت اقول لك عشان لو شفتي الرموز والطلاسم تبقي فاهمه وتعلمي عليهم، ولو عندك طلاسم تانية قابلتيها اكتبيها لنا في الكومنتس مع فك الشفرات علشان نتعلم كلنا ونعلم عليهم مع بعض. مع تحيات حملة اعرف ابنك وعلم عليه. باي.